اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهلا بكم متابعيني، عاملين ايه في مطبخ هبه؟ انا جايلكم النهارده باكله ما شاء الله جميله. جايبه لكم فسيخ انا اللي مخليلاها هنا في البيت، وان شاء الله هنزل لكم فيديو التخليل على قريب ان شاء الله. وهنعمل بطاطس محمره، نشوي بتنجان عشان الاطفال اللي معانا ما يعرفوش ياكلوا الفسيخ ولا رنجه. ومعانا طبق خضار مشكل ما شاء الله في جميع الالوان، من اخضر لاصفر لاورنج لاحمر، ما شاء الله طبق كامل متكامل. تحاولي تنوعي في الالوان عشان اطفالك يعرفوا ياكلوا كده، وما شاء الله العين بتاكل قبل البق طبعا، احنا عارفين حاجه زي كده. فتحنا البتنجانه وهنحطها على النار تتشوي الطريقه دي، نحطها تتشوي معانا. هنحط الزيت على النار للبطاطس. بطاطس زي ما انا عاملاها قدام حضراتكم كده، عاملاها زجزاجة عشان خاطر الاطفال نزغل عينيهم ويعرفوا ياكلوا. حتى اللي ما بيحبوش البطاطس المحمرة بالطريقة دي هيحبوها. ننوع لاطفالنا كده عشان نفتح نفسهم للاكل، يعني بأقل الامكانيات باللي تقدري عليه المتاح اللي تحت ايدك. نحط البطاطس كده. انا عندي بقى في تحمير البطاطس بحطها على نار عالية لمدة 10 دقايق، وبعد كده بحطها على نار متوسطة قد ربع ساعة، وارجع اعلي النار عليها تاني. تبقى كريسبي من بره وطرية من جوه، بتبقى ما شاء الله جميلة. يعني ابن اختي كلها معايا يقول لي يا بطاطس فارم يا خالته، تقول لا يا حبيبي ده مش فارم، انا اللي عاملاها هنا. يعني عجبته اوي ما شاء الله جميلة. جربوا الطريقة دي. الفسيخ ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده نركنه، ونشكل بقى صينية كده نرص عليها جميع الخضروات بتاعتنا. ما شاء الله البصل الاخضر، الشتا جميل اليومين دول ما شاء الله خيره كتير. عندنا جميع انواع الخضروات في الشتا، البصل وما شاء الله الخس والفلفل الالوان والجزر. تحاولي تنوعي كده يقوموا الاطفال ما شاء الله نفسهم تتفتح لما يشوفوا الصينيه بالمنظر ده عامله زي بوكيه وردي كده، ما شاء الله نفسهم تتفتح للاكل. جميع الالوان فيها من اصفر لاورنج لاخضر لاحمر، ما شاء الله بألف هنا وشفا كل من ياكل. متنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. قطع الفلفل اهو مع بعض شرايح كده ما شاء الله. الفلفل ده مفيد جدا، فلفل الالوان قيمته الغذائية عالية، فيها فيتامين سي عالية جدا، حلو للاطفال وحلو لينا احنا ككبار كمان. نحاول ناكل خضار على قد ما نقدر. والجزر ما شاء الله عايزه تقطعيه بالورب كده ماشي، عايزه تقطعيه دواير اللي يريحك يعني. ما شاء الله نشكل لاطفالنا كده الصينيه تبقى ما شاء الله الواناتها جميله كده تفتح نفسهم للاكل. شايفين الجمال ما شاء الله، ما شاء الله ما شاء الله. صينيه تفتح النفس. متنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه. رجعنا للبطاطس اهي، نبدا نهدي عليها بتنجانة نقلبها كل شويه زي ما انتم شايفين. قشرنا البتنجانية نهرسها بالشوكة كده، ممكن تعمليها في الكبة براحتك، المتاح تحت ايدك تهرسيها. معلقة كزبرة ناشفة وملح وربع معلقة كمون، نقلبها كده. دي بتنجانية مشوية عشان الاطفال اللي ما بياكلش فسيخ ياكل بتنجان وياكل بطاطس. نص معلقة صغيرة خل، معلقة طحينة، زي ما احنا شايفين كده، وعصرة نص ليمونة. اخلطي بقى ده كله مع بعضه، عصرة نص ليمونة كده.
بحب افرك عليه نعناع ناشف. نعناع ناشف بيخلي البتنجان حلوة بصراحة. الطعم بتاعها ممكن تحطي توم حسب راحتك، تحطي توم، ممكن قرن فلفل حراق، ممكن تقطعي طماطمة كده كمان مع قرن فلفل. بس نحاول نبسط الامور ما نصعبهاش شويه. وطعمها ما شاء الله جميله وبألف هنا وشفا. حط رشه زيت على الوش كده زي ما حضراتكم شايفين. نحاول نزين الطبق كده الطريقه اللي انتي تزينيه بيها اللي تريحك. رشه بابريكا بقى على الوش كده ما شاء الله بألف هنا وشفا. جبنا الرنجة، شايفين الرنجة بنخليها ازاي؟ اسهل طريقة لخليان الرنجة. تشيل الجلد بالطريقة دي بدل ما تشوي بقى على النار وتزفري الشقة. هي بتبقى اصلا مدخنة ما شاء الله وبتبقى حلوة. قطعيها كده وتاكليها وتعصري عليها الليمون والخل والطحينة والزيت وتتاكل عادي كده. نشيل السل قدامكم اهو. زي ما حضراتكم شايفين. نحط الزيت ونعصر ليمون وتحطي خل تحطي طحينة. حاولوا يوم أكلة الفسيخ والرنجة تجيبوا الاطباق الفوم دي تحطوا فيها بحيث ان احنا نخلص اكل كله يتلم ويترمي في الباسكت. لا تغسلي ولا تحسي ان في زفاره ولا ان انتي كلتي يوميها زفاره ولا اي حاجه خالص. جيبي اطباق فوم وتجيبي كوبايات بلاستيك للميه، الكوبايات بتاعه الميه دي، وبعد الاكل كله يتلم ويروح مرمي في الباسكت. ولا اكنك كلتي زفاره يوميها ولا تحسي ان في اي حاجه زفره يوميها. وبألف هنا وشفا. شايفين حضراتكم البطاطس ما شاء الله لونها عامل ازاي، جميلة كريسبي من بره وطرية من جوه. والرنجة والفسيخ شايفين والله ما شاء الله جميلة. جربوا الطريقة دي هتعجبكم في تحمير البطاطس. صينية الخضار الحلوة الجميلة والفسيخ والرنجة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي.